عايز يبقى معاك فلوس كتير؟ بس يا سيدي اربط رزقك برزق غيرك. يعني ايه؟ افتح لناس باب رزق معاك. اما تشغل ناس معاك وتفتح لهم باب رزق، اما تساعد واحد يفتح باب رزق ليه جديد. كل لما تعمل ده انت بتربط رزقك برزق غيرك. مش يمكن ربنا يرزقك على رزق غيرك ده؟ ساعات المكسب بيبقى على القد، واول ما تفتح لواحد باب رزق معاك تشغل واحد وتقول رزقي ورزقه على الله، ربنا يفتح لك رزق ما تتخيلوش. اللي بيتجوز ربنا بيفتح له باب رزق لجوازه، واللي بيخلف ربنا بيفتح له باب رزق لخلفته، واللي بيفتح باب جديد ربنا بيفتح له ابواب رزق كتير قوي. ما تعينش الفلوس وتقول انا خايف على رزقي. لا، افتح باب رزق لبني ادم معاك، ربنا هيفتح لك مليون رزق. ومين عارف، مش يمكن ربنا يرزقك عشان خاطر اللي في رقبتك، مش يمكن ربنا يرزقك عشان خاطر الناس اللي انت فتحت لهم باب رزق. كل لما تعوز يبقى معاك فلوس كتير افتح باب رزق الواحد واثنين وثلاثة معاك. مش يمكن اللي انت هتشغله وهتديله راتب ده ربنا هيبعت لك الطقطقين وثلاثة عشان خاطر ده. صدقني والله الفكرة مش انك تعين وتخبي وتقول انا قلقان وخايف، الفكرة انك تفتح باب رزق الناس، لعل ربنا سبحانه وتعالى يضاعف لك رزقك، لانه ما عادش بيبعت لك رزقك انت بس، رزقك انت وكل اللي في رقبتك. لو عايز فلوس كتير اعمل كده بسرعة، افتح باب رزق، ربنا يفتح لك باب الجنة في الدنيا.